تحوم شكوك حول مشاركة نجم المنتخب الأولمبي المغربي إسماعيل صباري ذو 22 عاما في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 24 يوليوز الحالي إلى 11 غشت المقبل، وذلك بعدما انتشرت أنباء رفض ناديه الحالي أيندهوفن الهولندي السماح له بالانضمام إلى كتيبة المدرب طارق السكتيوي ذو 46 عاما. وذكرت قناة بي ان سبورتس القطرية أن النادي الهولندي رفض الموافقة لنجمه المغربي إسماعيل صباري على خوض الألعاب الأولمبية مع منتخب بلاده، إذ كشفت في هذا الإطار عن احتمال دخول الاتحاد المغربي لكرة القدم على الخط لمحاولة إقناع مسؤولي نادي أيندهوفن بالتراجع عن قرارهم والسماح للاعب بخوض منافسات الألعاب الأولمبية. وأوضح مصدر من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المغربي للعربية الجديد يوم الثلاثاء عكس هذه الرواية تماما، إذ قال لم يعد إسماعيل صباري خيارا أولا بالنسبة إلى المدرب طارق السكتيوي نظرا لامتلاك المنتخب الأولمبي المغربي أسماء بارزة أفضل منه في مركزه، إضافة إلى أن نجم أيندهوفن الهولندي لم يقنع الجهاز الفني خلال ودية بلجيكا في يونيو الماضي، إذ بدا خلالها كما لو أنه غير متحمس للعب في منتخب المغرب تحت 23 عاما، وهو ما أغضب المدرب السكتيوي المعروف بصرامته وحرصه على الانضباط سواء في التدريبات أو خلال المباريات. وقرر طارق السكتيوي بالتشاور مع مدرب منتخب المغرب الأول وليد الركراكي استدعاء ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الأول وفريق الهلال السعودي، وأشرف حكيمي لاعب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى نايف أجرد مدافع فريق ويست هام الإنجليزي بالانضمام إلى المنتخب المغربي الأولمبي. ولم تتمكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من إقناع نادي ريال مدريد الإسباني بتسريح لاعبه إبراهيم دياز للمشاركة في الألعاب الأولمبية بسبب رفض مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي لتزامن الدورة مع بداية تحضيرات الريال للموسم المقبل، ولذلك توجهت الجامعة نحو إقناع ياسين بونو لتعويض دياز، وقد أبدى بونو موافقته بعد تحفظه الأولي حيث كان يرغب في منح الفرصة للحارس الأول للمنتخب الأولمبي. من جهة أخرى حصلت الجامعة على موافقة شبه جماعية لأعمدة المنتخب المغربي الأولمبي للمشاركة في دورة باريس، من بين هؤلاء اللاعبين شادي رياض المنضم حديثا لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، وإلياس أخماش مهاجم في ريال الإسباني، إسماعيل صباري لاعب وسط بي اس ايندهوفن الهولندي، وأسامة العزوزي لاعب نادي بولونيا الإيطالي، أمير ريتشاردسون وإلياس بن صغير المحترفين بستاد ريمس وموناكو الفرنسيين. جدير بالذكر أن المدرب طارق السكتيوي سيعلن القائمة النهائية لتدعيم كتيبة الأولمبية المغربي يوم الخميس المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، إذ ستضم القائمة النهائية 18 لاعبا فقط، من بينهم 3 لاعبين تفوق أعمارهم 23 سنة من دون الكشف عن هويتهم، لكن يبدو أن الثلاثي الحارس ياسين بونو ذو 33 عاما، وأشرف حكيمي ذو 25 عاما، ونايف أجرد 27 عاما الأقرب إلى تمثيل المغرب في أولمبياد باريس 2024.